كابتن شلون ناخذ البنج بريس بشكل صحيح؟ فدوى ورد لان ما حد حكى عنه. شوف حبيبي، البنج بريس بكل احواله ان كانت ايدك راجعه للخلف بمستوى الكتف او كانت ايدك للداخل راح يشتغل. اذا كانت ايدك للداخل راح يصير الضغط على التراي وراح يصير جهد زايد على الكتف، احتمال يصير لك اصابه، بس يشتغل على الصدر بس مو بالنسبه اللي انت تريده. خلينا نقول 80% و90%، لا راح يشتغل احتمال 40 او 50، وحتى ما راح يصير عندك تطور. لذلك شبابنا ما عندهم تطور، او بنيه تشوفها تمرن ما عندها تطور بعضلات صدرها لان التكنيك غلط. بس انت اذا رجعت ايدك للخلف، ترجع الذراع للخلف زين، وهاي ايدك تكون عدله ما تكون هيج، القبضه ما تكون هيك، القبضه تكون عدله، ترجع الايد للخلف وراح تنزل، راح يصير سحب بالليف العضلي مال الصدر، الاعلى والمستوي والاسفل والداخلي والخارجي ودوار العضله كلها. الايد ترجع للخلف وهاي الايد عدله، وهاي القبضه مالتك ما يصير هاي القبضه، حيصير عليك مشكله هنا بالمفصل زين حبيبي. وحتى الكتف مالتك راح يكون امين ما عليه اي شيء، فراح يشتغل بصوره صحيحه. او اذا البنيه تاخذ نفس التكنيك هم لازم تاخذ ايش تكنيك، ما يصير ايدكم للداخل تاخذون بنج بريس، لا ما يصير. لذلك شبابنا ما عندهم ديش القوه بالبنج بريس لان تكنيك ماكو. لان شباب بنات اللي يطور الجسم والعضلات والقوه البدنيه مال الجسم وجمال العضله اللي هو التكنيك. صدقوني انا اكثر من مره حكيت قلت لكم التكنيك بعده يجي الوزن زين، بعده يجي التكرار. اهم شيء فكروا بالتكنيك، الوزن، التكرار. وتحياتي لك حبيبي وتحياتي للجميع، ربي يحفظك وان شاء الله تاخذ تمرينك بشكل صحيح. حبيبي انت اخوي العزيز، حياك الله في دول القلب.